بجد من احلى الحاجات اللي ممكن تجربوها الزبادي في البيت، خصوصا لما يكون كريمي بالشكل ده وقوامه فعلا حلو جدا غرقان قشطه. هتعمليه بكل سهوله وبساطه، وكمان اقتصادي جدا. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. تعالوا بينا نشوف هنعمل الزبادي التحفه ده ازاي. انا مروه، لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي جرس التنبيهات عشان ان شاء الله يوصلك اشعارات بوصفاتي الجديده. طعم اخر حاجه خطير بجد. هنحتاج الاول يا جماعة، عايزين لتر من الحليب يكون بخيره، يعني من عند اللبان مش المبستر. تمام، هغليه واسيبه ليلة كاملة في التلاجة علشان نطلع القشطة الجبارة دي. شايفين ما شاء الله تحفة ازاي؟ هبتدي بقى اشيل القشطة بتاعتي كلها من على اللبن. هتتشيل بكل سهولة لو اتحطت في التلاجة ليلة كاملة بعد الغليان. والخطوات دي مهمة جدا، امشوا عليها بس بالظبط هتديكي نتيجة هايلة. هتأكد ان انا اخدت القشطة كلها بتاعتي بالشكل ده. قولوا لي بقى، انتوا بتعملوا الزبادي في البيت بنفس الطريقة ولا بتشتروه من بره جاهز؟ دي القشطة اللي احنا طلعناها، شايفين ما شاء الله كمية حلوة جدا. تعالوا بقى نعمل الخميرة بتاعتنا اللي هنعمل بيها الزبادي. هحتاج علبة زبادي صغيرة اي نوع متوفر عندك. تقدري بعد كده تاخدي معلقتين كبار من الزبادي اللي انت هتعمليه ده كل مرة علشان تعملي بالخميرة. هنفكها كويس جدا بالمعلقة بالشكل ده. واحتاج كمان معلقتين كبار من القشطة اللي احنا طلعناها من اللبن، ودي بقى بتفرق جدا، بتخلي كده قوام الزبادي فعلا تحفة. هضربهم كويس جدا وافكهم من بعض بالشكل ده. الحليب بتاعي بقى يا دوب دفيته بس على النار، مش عايزه اغليه تاني. انا عايزه بصوا احط ايدي فيه تقدر تتحمله. هبتدي انزل بقى بالخميره بتاعتي بالشكل ده. في المرحله دي تقدري تضربيها بالويسك، وتقدري كمان تعمليها بالهاند بلندر او في الخلاط. انا ضربتها الاول، فكيتهم من بعض بالويسك، وبعد كده عملتها بالهاند بلندر لان بحب الفوم يطلع عليها من على الوش. الفوم ده يا جماعه هو اللي بيعمل الوش الحلو قوي، اللي بيكون كله كريمه وقشطه من فوق. تمام. حطيت صينيه وفيها الطواجن بتاعتي، وتقدري طبعا تستبدلي الطواجن بكوبايات ازاز اللي انتي بتفضليه وبتحبيه. بس انا الحقيقه بحبها جدا في الفخار، بتديها نكهه كده وطعم واحساس تاني خالص. هبتدي اوزع بقى الحليب بتاعي بالشكل ده. هتلاقوا فوم من على الوش كده، حاولوا توزعوه على كل الطواجن. يعني وانتوا بتاخدوا كده بتصبوا الحليب بتاعكم، خدوا من على الوش كده الفوم ووزعوه. هو ده بجد اللي بيعمل القشطه والطعم الكريمي الطبقه كده اللي بتكون تقيله قوي حلوه قوي فوق الزبادي دي، عارفينها؟ عمل معايا 6 طواجن كبار زي ما انتوا شايفين كده. هغلي بقى ميه، سخنها كويس جدا مغليه، وابتدي انزل في الصينيه بتاعتي بشويه ميه، يعني تقريبا كوبايه او كوبايتين. شايفين البخار طالع ازاي؟ معلقه كمان من الخل علشان الصينيه بتاعتي ما تسودش. هغطيها بقى بفوطه نظيفه وادخلها في فرن يكون متسخن ربع ساعه قبلها، ومطفياه طبعا. تمام، بتسيبيها من 6 ل 8 ساعات. شايفين يا جماعه جمال خطيره. انا بصوا بشوف كل الفيديوهات بيقعدوا يقلبوا كده الزبادي انا مش فاهمه ايه وجهه النظر يعني، بس انا حبيت اقلدهم يعني. تمام، بجد حلوه قوي قوي. شايفين القشطه عامله ازاي؟ يعني كريمي جدا وطعم فعلا غني جدا. خطيره، من احلى الحاجات اللي ممكن فعلا تجربوها في رمضان وغير رمضان. سهل وبسيط جدا. عملت قبل كده معاكم الزبادي بالفواكه، شوفوا الطريقه بالتفصيل عندي على البيج هنا. لو الفيديو عجبكم متنسوش لايك وشير. باي باي.